ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده وهنا. مسلم جاي تقول لكم في الله بحبكم. جايبه لكم النهارده لمه حبايبي. طبعا ما بعملش الاكل المعتبر ولا الاكل الجميل الا اولادي متجمعين عندي. انتوا عارفين طبعا كل يوم خميس، كل يوم جمعه يا رب، عشان احنا غيرنا من الخميس للجمعه عشان الدروس والاجازات والامتحانات. طبعا النهارده الجمعه. الفيديو هنزل لكم متاخر، معلش سامحوني سامحوني سامحوني. طبعا انتوا عارفين الضغط اللي انا فيه، فمعلش عبال ما منتجت وخلصت. هنا عامله ايه يا ام مسلم؟ عامله ملوخيه خضراء زي العسل. ربنا يقدر دنيتكم وحياتكم. وعملت طاجن رز معمر، طواجن رز معمره باللحمه. اللحمه طلعت عندنا قبل العيد يا ولاد. وشويه شوربه كده حلوين جمال لذاذ. عايزه اوريكم بالتفاصيل. ايه ده؟ ايدي جت علي لي كده بالتفاصيل، كنت جايه عند الكاميرا ايدي كانت عليها، مش اشكال. خساره فيا، خساره ليا، ما لحقتش اقطع قطع من الفيديو. هنا عملت طبق بتنجان مخلل، اقسم بالله كان عسل. اتاكل اكل. وعملت لوبيا. اللوبيا اللي معين سودا، عشان في ناس ما بتعرفش اللوبيا معين سودا. هنا بصوا حبايب قلبي، جبت اللحمه ما شاء الله زي ما انتم شايفينها كده عسل. وخليته قطعها لي ليه؟ زي الطرنشات كده، قلت له عشان ترمي يعني كتير. ما شاء الله اللهم بارك. شطفتها شطفه حلوه كده، وكنت مصفيها في مصفى وحطيتها في الطبق الجميل ده. هنا حطيت معلقه سمنه بلدي حلوه. لو ما عندكيش بلدي حط زيت، ما عندكيش زيت حط شحم عربيات يا اختي، ولا يهمك. كله ماشي والله، كله ماشي. احنا اللي هناكل واحنا اللي هنشرب. شويه لوبيا اهوت هنقعهم بميه مغليه، ماشي، عشان تفشر كده وما تاخدش سوا وتحرق غاز كتير. صليتوا بينا على الحبيب المصطفى، صلوا على النبي يا ولاد، صلوا على النبي يا ولاد عشان الفلوس تيجي. هنا ونزلت باللحمه يا اختي، حته 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 حته. طبعا ما تحطيش اللحمه إلا لما تلاقي السمنه بتقول تش كده تتقدح. وافضلي شلوحي فيها شلوحي فيها يمين وشمال، لما تلاقيها ما شاء الله لونها غير كده وبقت جميله وبنت ناس. انا طماطمايه وقرن فلفل وبصلايه. ما عنديش ورق لورا، هجيب قبل العيد باذن الله، وحبه فلفل اسمر. بس ما بحطش اي منكهات للشرب اقسم بالله. حتى الحبهان الغالي ما بجيبوش. معايا. فضلت اشوح فيها زي ما انتم شايفين كده، وتاخد وتدي في شكل ودي. ونزلت بالميه مغليه من الكتل. طبعا ده اول كتل. رحت حاطه كتل تاني طبعا. ما جاش قدامكم، مش اشكال، خساره فيا خساره عليا. وسبتها تاخد وتدي في شكل ودي. هنا كنت نزلت جبت الملوخيه وجيت. ماشي بقى عشان ما اكترش عليك. تقولي يا مسلمه انت كنت دلوقتي لابسه اسود وقبلها مش عارفه ايه. لا عشان تبقوا بس في ناس ناصحه شويه كده، حبيتها ناصحه. هنا اللحمه دخلت على سوا، ولعت على اللوبيا تتسلق. وهقطف ايه الملوخيه. جبت الملوخيه كده يا ولاد، جميله موروره. بكام يا عم الحاج؟ قال لي ب20. مش خساره فيهم والله، جبت كيلو الا ربع. يلا. هبصدر انا. امسكها كده اقطفها كده، بس قطفيها من الورده يا قلب اختك. ما تقطفيش ورقه ورقه، عشان تخليها لفه كده ما تسقطش منك. لو عملت ورقه ورقه يحصل لها يا ام مسلم هتسقط وتبقى رايبه وحالتها ما يعلم بها ربنا. العرق ده بيخليها كده ما شاء الله ماسكه نفسها. صليتوا على النبي، صليتوا على النبي. طبعا هننضف الملوخيه بقى، نقطفها واغسليها حلوه قوي قوي، لان كلها رمله وطينه عامه يعني. تشوفيها رايحه جايه رايحه جايه. وانا طبعا عشان اعمل رز معمر لازم سمنه بلدي، ما كانش عندي. رحت مولعه كده مصلحه السمنه زي ما انتم شايفين، عشان ايه؟ اعمل رز معمر بمزاج. صليتوا بينا على الحبيب المصطفى. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه اهو، وموريكم يومي من اوله، من الاول للاخر. ما حدش بالله عليكم كملوا الفيديو للاخر، مش تاخدوا اول حته وتطلعوا. الفيديو كله حاجات جميله. اهم حاجه اللايك والشير ودعوه جميله بالخير للمسلم. دعواتكم هي اللي ترفع معايا اللايف. طبعا شايفين المشاهدات عندي مش حلوه. ربنا المستعان، لان انا الشير بتاعكم والمشاهدات هي اللي بترفع معايا الفيديو. هنا عماله اقول لايف لايف وانا بنسى. حطيت الزيت كده يتقدح يا حبايب قلبي. ونزلت بالبتنجان بعد ما شققت له يا ام مسلم، عشان يستوي بره وجوه. ماشي كده. هنا نعمل الدقه. حطيت قرنين فلفل اخضر، وطبعا حطيت معلقه توم. وهدق الاول هما القرنين بس يا مسلم، لا وشويه ملح. مش هحط الهريسه ديت الا لما ادق وانعم الاخضر. ليه يا ام مسلم؟ لان انت لو حطيتي الهريسه دي ودقيتي مع الفلفل الاخضر والثوم هينطر في عينيكي، لان ده كله يعتبر زي الميه المتخزن ده بالذات. هنا دقيته ونعمته، وانزل بايه؟ بمعلقه هريسه حمرا كده. وافضل ادق فيها لما ناعمها. تمام 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 تمام. وانزل بصوا ناعمه ازاي، فل فل فل. يلا حبايب قلبي، لايك وشير ودعوه جميله بالخير يا ولاد. بص انا ننزل شويه خلي ما كانش عندي الا هما. واعصر عصره ليمونه حلوه كده، وافضل احيق. طبعا كنت قاليه كام قرن فلفل. اقسم بالله طبق البتنجان ده اتلهف، يمكن اكتر من اي حاجه. بصوا هنا ما شاء الله. رغم ان انا مجريه الفيديو بس مش عارفه بيعمل بالراحه ليه، مش اشكال. انا مش عايزه اطول عليكم، بس يلا احنا حبايب، مفيش مشكله. طول ما انت واقفه بتعملي اكل تصلي على النبي يا اولاد، وتستغفري ربنا. كلنا طبعا ما شاء الله لازم نستغفر ربنا في كل وقت وكل حين.
هنا حبايب قلبي بقى هتعملي ايه يا مسلم؟ هنزل باللبن بتاع الرز. طبعا بقى قبل اللوبيا قبل اي حاجه، لان الرز بياخد سوا شويه. هنزل هنا باللبن واغليه. شايفين؟ سلطوا بينا على الحبيب المصطفى. اولع عليه يغلي. طبعا شفت انا مولعه طاسه البتنجان، ومولعه في البراد المعفن ده بسلق بتنجان لابو اسلام في البراد المعفن، ومولعه طبعا اللحمه استوت، انا اديتها نص سوا. هنا الرز كنت غسلاه ومصفيه. بتحطي ايه يا مسلمه؟ بحط فلفل اسمر. هيقولوا يا مسلمه بتحط فلفل اسمر؟ في ناس بتعمله من غير فلفل اسمر، اخواتي واهلي بيعملوه من غير فلفل اسمر، انا ما بعرفش. جوزي بيحبه بالفلفل الاسمر، وانا طبعا بعمل الاكل اللي احنا اتعودنا عليه. هنا بص يا حبيب قلبي، في ناس ما تعرفش عيار البرام. طبعا دهنا البرام سمنه، دهنا البرام او الطواجن سمنه، او الحله او الصينيه الالمونيا اللي هتعملي فيها. وبعد كده بنزل البرام 3 تلات، تلت تلت تلت. بحط تلت في الرز. طبعا قبل اي حاجه بحط حبه رز من التلت وارص اللحمه اللي انا سلقاها. طبعا عندك كبد وقوانص حطي، عندك فراخ عايزه تحطيها حطيها، بس طبعا الفراخ هتحطيها برضو اقل من نص سوا، غلوتين 3 بس، عشان ما تتهريش معاكي في الرز. هنا سلقت اللحمه وزي ما انتم شايفين رصيتها كده في الطواجن. الطواجن الصغيره لازمتها ايه يا مسلم؟ عامله لجوز بنتي طاجن، لابني طاجن، لابني التاني طاجن، لجوزي طاجن، واحنا والبنات طاجن الكبير. طبعا اللبن كان غلي، حطيت فيه الملح ورصيت الرز كده غطيت بيه اللحمه. يبقى ايه؟ تلت الرز وتلت لبن، والتلت الرز ياخد راحته يتمطع كده ويعلى ويديني راحته. ايوه، بخلي التلت للرز يتمطع، ما يبقاش مكسر ومعجن وناشف، لا عايزاه يبقى مستوي كده وجميل. تمام تمام تمام. للي ما يعرفش، عاملاه في صينيه، عاملاه في حله، عاملاه في طبق، عاملاه في اي حاجه، بتسيب التلت فاضي زي كده زي شايفين يا ولاد، عشان الرز يزيد. احنا عارفين ان الرز البلدي بتاعنا بيزيد، او اي رز بيزيد، ما نخلوش يكعور كده ويبقى شكله محجر وحالته مش حلو. شايفين كده؟ طبعا هنا دخلت الرز. طبعا انتوا ما جاتش لقطه السمنه، زعلانه قوي، ما جاتش لقطه السمنه، يا لهوي زعلان. حطيت سمنه على الوش ودخلته الفرن ياخد ويدي بشكل ودي. هنا هعمل بقى اللوبيا. اللوبيا ام عين سودا، التانيه فاصوليا. طبعا حطيت الماده الدهنيه سمنه زيت براحتك خالص، وبشرت بصلايه وقعدت اشكشك فيها كده، طبعا لحد ما لونها ايه يصفر. وطبعا عينتها عشان النار ايه كانت هتحرقها. طحنت شفشق طماطم زي ما انتم شايفين، وطبعا هرجه بشويه ميه عشان خساره الطماطم اللي فاتت. الطماطم غاليه، الكيلو ب 40 جنيه، انا ما اعرفش بتتجنن علينا ليه. سامحوني. اللي هحطه ايه؟ سكر وملح وفلفل اسمر، واحده ماجي. انا بحب في اكل كله اللي هو انه عنده فلفل اسمر، ملح، ماجي، وشعرة السكر تعادل ملوحة الطماطم بس. كل سنة وانت طيب. اغطيها بقى واخليها تتسبك حلو كده، ما شاء الله زي ما انتم شايفينها. عسل. هنزل باللوبيا واسيبها بقى برضه تاخد وتدي بشكل ودي. خلصنا الرز في الفرن، وسلقنا اللحمة، وعملنا البتنجان، وغسلنا الملوخية لسه هنخرطها بقى. واللوبيا هنا زودتها مج شوربة كده، لسه هجيب الكبشة بالمج، وسبتها تاخد وتدي بقى احلى لوبيا مع مسلم. هنا كانت مرات ابني ان شاء الله تتشكي يا رب، عشان اخرت خرط الملوخيه. بصي انا خرطتها اهيت ناعمه ناعمه، انا خرطتها شويه وهي خرطت شويه. هنا حطيت الشوربه والماجي وشعره السكر للملوخيه، وحطيت توم نيه، حته توم نيه، ركزوا معايا. ده انا هعمل لكم دلوقتي زي الشيفات، اسكتوا زي الشيفات. طبعا قلبتها كده وفككتها بالشوربه، ونزلت هنا بمعلقه سمنه بلدي. النهارده يومنا كله بلدي في بلدي. شفت الملوخيه؟ وحطيت السمنه وحطيت معلقه التوم. اول التوم ما يخش على تصفير نحط الايه؟ الكزبره، عشان الكزبره ما تتحرقش. شوفوا بقى معايا الحته دي، شوفوا معايا اللقطه دي، كنت فرحانه قوي وانا بعملها. بصوا بصوا التومه. يلا يا ولاد شدوا حيلكم، هنحط الكزبره دلوقتي، وابتدوا معايا للقطه دي. بس اهم حاجه باللقطه دي حطوا اللايك. لو وصلتوا لحد اللقطه دي قولوا تسلم ايديك يا ام اسلام يا عسل، تسلم ايديك يا ام اسلام يا عسل. انا زي ما انتم شايفين ما شاء الله. ولازم شقه الملوخيه يا ولاد، اول ما تحطي الطشه تشهقي الشقه اللي هي دي الملوخيه المصريه اللي ما يختلفش عليها اتنين. حاجه كده انا عماله اعدل في الكاميرا عشان تبان، مش عارفه هتبان ولا لا. يا دي النيله، يا دي النيله، الملوخيه مش هتبان، انا اللي باينه. ايوه كده، استنى، خليكم معايا، خليكم معايا ما تيأسوش. هنا ابو اسلام بقى، بص يا ولاد طلع بص الملوخيه الجمال. ابو اسلام بقى ايه؟ السلك عمل قفله بتاع المشترك. قلت له الحقني يا ابو اسلام مش عارفه اصور عشان الاضاءه. جه ربنا يكرمه راح عامل لي المشترك. بص الملوخيه يا خراب على الجمال. ما جاتش اللقطه حلوه، ما عجبتنيش. انا عايزاها تيجي كده زي المطاعم. يلا، خساره فيا خساره ليا. المره الجايه اعمل لكم كده الملوخيه يا ولاد، وخضرها عسل اقسم بالله، وكانت سكر. اول مره اعمل ملوخيه
وما يقعدش منها فتفوته، تشرب شرب بصراحه. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. هنا بقى يا اختي ايه، وصلنا لنهايه الفيديو خلاص، وعايزاكي تحطوا اللايك والشير ودعوه جميله بالخير. طواجن الرز الجميله. بصوا بقى، ونغرف اللوبيا الا حبه الشوربه. حبه الشوربه دول هما اللي بيعملوا دماغي. ما اعرفش اكل الا بالشوربه. الملوخيه والشوربه والبتنجان المخلل اساس اي اكل. ممكن ما اعملش طبيخ احمر، يعني طبيخ بصلصه، بس لازم اعمل. بنتي بتوريكم ايه؟ البتنجان زبده يا بيه، زبده. هنا انا مستعجله وعماله اغرب بسرعه، وهم عمالين ياكلوا من الطواجن. حاسه ان انا كنت عايزه اديهم بحاجه على دماغهم، وانا واقفه من الصبح وهم جايين على الاكل. هنا المج الشوربه ده لابن ابو سلاء ابو رتاج، بيحب الشوربه في المج. ايه رايكم؟ ايه رايكم في الأكل؟ بصوا برضو ايدي جت على البتاع، عايزه اوريكم. بصوا احلى رز معمر مع ام اسلام، واللحمه طلعت دايبه دوب. لايك وشير ودعوه جميله بالخير، واللوبيا اهي. الله يسعدكم ويرضيكم ويرضى عنكم. يلا باي.